بحب عمرو موسى. محمد رمضان يحب اسرائيل ويكره عمرو موسى. قتيل او اخش معتاد. ايه يا انت عملت ايه يا محمد رمضان؟ انت عملت ايه؟ ما كنت انا نمبر 1، انا الزعيم، انا الالماني، انا كن فاك يو يا محمد بلجة. تتصور مع اسرائيلي يهودي؟ قال النبي ما خلا يهوديين بمسلم الا فكر في قتله. يهود نص المصحف لا راس اليهود، وانت صرت تصور معاي يهودي وفارح حاضر له اليهودي نادي على حضنه خاله، اللي بسرعه يقول خاله. نسيت من هم اليهود يا انت. لك شعبيتك، انت الناس بيحبوك، لك صيتك، لك حبك في مصر بين الناس. تنزل من قدرك لا عند واحد اسرائيلي يهودي تنزل من قدرك لا عند يهودي، تتصور مع يهودي. احنا نشين نوري اليهود قدرهم، نشين نخذلهم ننذلهم، ما حد يرضى يتصور معهم، ما حد يرضى يجلس معهم، نعرفهم قدرهم. مش ان احنا نتصور معاهم ونصير حفلاتهم ويجوا حفلاتهم. نو غير اسمك محمد رمضان، ما تنساش اسم هذا. نسميك دونييل كان خارفو. محمد رمضان اسم يعني هذا اسم واحد. اسمك من اليوم كرخاف جنكول ريبيو. غير اسمك. مكنت انا البرنس، وثقتي بالله سبب نجاحي. فاك يو. لا تعرف الله، لو تعرف الله ما تتصور مع يهودي اسرائيلي. اي حين نتصور مع اليهود، اي حين نصير حفلاتهم، اي حين جو حفلاتنا. عندما اليهود لا بيآذوا المسلمين ولا المسلمين بيآذوا اليهود، كل واحد في حال، كل واحد بيعمر بلاده، كل واحد في حال، لكم دينكم ولي دين. اما اذا كانوا بيقتلونا، بيغتصبوا اراضينا، مغتصبين للقدس، نتصور معاهم ونفرح بهم ونفتخر بهم. طاو عليك خنيف يهودي نوريهم قدرهم ندعسهم. انت من مصر ام الدنيا. مصر اكثر شعب يكره اليهود، مصر اكثر شعب قاتل اليهود. نسيت الشهداء المصريين الذي قاتلوا اليهود. مصر اكثر شعب بيقاتل اليهود ويكره اليهود، وانت تشوه سمعة المصريين. انت لا تمثل مصر، ومصر ام الدنيا وبيكرهوا اليهود وسيظلوا يكرهوا اليهود، وهم مع القضية الفلسطينية واكثر شعب مع القضية الفلسطينية. نمبر 1 اما انا لا ندخلك. نمبر 1 المركزي قال لك نمبر 1. الان تطلع فيديو وتعتذر وتقول انا ضد اليهود وانا مع القضية الفلسطينية وفاك يو لليهود وشطب للجنكيز خان. ما دخل جنكيز خان. بكره اسرائيل وبقولها